بسم الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كيكه الحليب الساخن بطريقه حلوه جدا وبطريقه سهله وبسيطه هتعجبكم. بصوا شكل الكيك معايا. بصوا الكيك طري وخفيف معايا ازاي. بصوا بصوا شكل الكيك معايا اهو. بصوا دي كنت عاملاها معايا. بصوا تعالوا نقطع قطع مع بعض نشوفها. بصوا الكيك بصوا قد ايه طري جدا. بصوا الكيكايه خفيفه وحلوه جدا ازاي. تعالوا نشوف المقادير مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع بعض. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. معانا عباره عن ايه. معايا كوبايه دقيق، كوبايه الا ربع سكر، ربع كوبايه زيت، 3 معالق زبده، نص كوبايه لبن. واللبن هنا هقول لكم احنا هنعمل فيه ايه. معايا 2 بيضه، معايا معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه فانيليا. دي الكوبايه المعياريه اللي انا معايره بيها كل المقادير اهي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. ننزل معايا هنا بالبيض، بعدين انزل بالسكر، فانيليا، انزل معايا بربع كوبايه الزيت. انا هنا هشتغل بمضرب كهرباء. لو انت عايزه تعملي المكونات دي في الخلاط اعمليها، عايزه تعمليها بالمضرب اليدوي اعمليها. انا هشتغل بمضرب كهرباء علشان انا عايزه انجز الوقت معايا. انا عايزه بقى الخليط معايا يبقى ده لونه، يبقى فاتح معايا قوي كده. هعمل ايه؟ هنزل معايا بالدقيق، عليه معلقه البيكنج باودر، واحط رشه ملح. هعمل ايه بقى معايا؟ هجيب معايا كنكه احط فيها اللبن كده، احط معايا الزبده واروح ارفعها على النار. اول ما ابتدى يعمل فقاعات من الجناب شيلته من على النار والزبده ساحت. انزل بقى على الخليط معايا كده ونقلب بقى ايه بسرعه، ما نخافش البيض ولا هيستوي معانا ولا هيحصل له حاجه. لو انت قلقانه من الخطوه دي ممكن ننزل باللبن معانا حبه حبه. انا هنا مشغله معايا الفرن قبلها بشويه على درجه حراره 180. بصوا القوام معايا
عشان اللبن سخن طبعا، فخلى القوام معايا خفيف بالشكل ده. انا هنا مجهزه معايا القالب بتاعي اللي انا هشتغل فيه، حاطه فيه ورق زبده بالشكل ده. انزل بقى معايا بالخليط. كده الخليط معايا، هدب معايا دبتين كده عشان لو فيها اي هوا يخرج منها. اروح بقى احطها معايا في الفرن وارجع اوريكم شكلها. ده شكلها اهو معايا بعد ما خرجت من الفرن. انا عملت لها اختبار كده وهي في الفرن اهو. طالما الخله طلعت معايا نضيفه كده بقى هي ما فيهاش اي حاجه. اسيبها تبرد معايا واقدمها واوريها لكم. ده الشكل النهائي للكيكه اهو بعد ما خلصته. ودي انا كنت عاملاها معايا في القالب اللي هو القالب ده. بصراحه تحفه جدا عن القالب الثاني. بصوا شكلها، انا عايزه اوريكم قد ايه. بصوا خفيفه ازاي، بصوا هشه جدا اهي. بصوا الكيك حلو وجميل ازاي. تعالوا اوريكم دي برضو معايا اهي. اوريكم اي واحده، مش شرط واحده معينه. بصوا الكيكه وشكلها. بصوا تعالوا اقطع لكم قطعه منها اهو. بصوا شكلها حلو جدا، جميله جدا وخفيفه جدا. بصوا بصراحه خطيره. ده الشكل النهائي معايا كده. وانا كده خلصت معاكم. يا رب ما كنت طولت عليكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش تعملوا لايك. استنوني في اكله جديده بوصفه جديده. اشوفكم على خير ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم قرص بالعجوه. هعملها معايا على شكل ورده بمقادير سهله وبسيطه جدا، وان شاء الله تعجبكم. تعالوا نقول مع بعض المقادير عباره عن ايه. معايا هنا نص كيلو دقيق، معايا كوبايه لبن، معايا نص كوبايه زيت على سمنه. ممكن نستخدم زيت بس او ممكن نستخدم سمنه بس، الموجوده عندنا نستخدم. بضايه، معايا معلقه خميره، معلقتين سكر، كيس فانيليا، ربع معلقه بيكنج باودر، رشه ملح. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هنزل بالمقادير هنا معايا كده. هحط معايا البضايه، هنزل معايا بالسمنه كده. كل المكونات معايا هنا يا جماعه بدرجه حراره المطبخ. هقلب كده المكونات معايا. هقلبهم معايا وبعدين انزل باللبن. انزل بقى باللبن معايا كده واحده واحده لحد ما العجينه تلم معايا واشوف هحتاج تاني ولا لا. انا هحط معايا شويه لبن تاني علشان انا حاسه ان العجينه لسه محتاجه معايا لبن. لو عايزه تعمليه بميه اعمليه، بس انا بفضل ان هو يبقى بلبن. هيدينا قيمه غذائيه عاليه وهتدينا القرص معانا طعم حلو. انا هنا حطيت معايا كوبايه اللبن. هلم بقى العجينه معايا.
بصوا هنا انا اهو لميت العجينة زي ما انتوا شايفين كده. هروح اعجنها وارجع اوريها لكم. بصوا ده شكل العجينة معايا اهو. بعد ما عجنتها انا قعدت اعجن فيها لحد ما بقت طرية ولمت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا العجينة طرية وناعمة معايا ازاي. هحطها بقى معايا هنا وهغطيها واسيبها تخمر وارجع اوريها لكم. انا هنا بقى معايا العجوة بتاعتي هنا. حطيت عليها معلقة سمنة. هروح اعملها على النار وارجع اوريكم شكلها. بصوا شكلها معايا. بصوا بقت طرية وناعمة ازاي. العجوة لازم نعمل الخطوة دي علشان تبقى طرية معانا لما نيجي نشكلها. انا هعملها معايا هنا كور كده الحجم اللي انتي محتاجاه اهو بالشكل ده. هخلص بقى معايا العجوة تشكيلها وارجع اوريكم شكلها. بصوا كده ده شكل العجوة معايا اهو بعد ما عملتها. تعالوا نشوف بقى مع بعض العجينة. بصوا العجينة اهي ما شاء الله بعد ما خمرت معايا. بصوا طرية وجميلة ازاي. تعالوا بقى نشكلها كور. انا هقطعها كده الحجم اللي انا محتاجاه واشكلها بالطريقة دي كده اهو زي ما انتوا شايفين. بلمها كده بايديا وبعدين بعملها ببطن ايدي اهو زي ما انتوا شايفين انا بعملها ازاي. الخطوات في العجينة بتبقى مهمة معانا جدا عشان تتظبط معانا. بصوا هو الكمية معايا بعد ما خلصت. تعالوا بقى نشوف هنعمل شكل الوردة معايا ازاي. انا هنا رشيت رشة دقيق وقمت فردة معايا العجين كده زي ما انتوا شايفين وعملت العجوة بنفس الطريقة. اقفلها بقى معايا كده. اقفلها بالشكل ده بقى واقوم ضغط عليها. انا بقى معايا هنا اي حاجة مدورة عشان اشكل بيها ومعايا السكينة اللي انا هقطع بيها العجين. بصوا انا ظبطتها اهو على شكل دايرة عشان تطلع مظبوطة معانا وحلوة. بصوا اي قطاعة عندكم بقى تديكوا الشكل ده. لو عايزة تقطعيها وتشيلي اللي في النص دي خالص شيليها. عايزة تخليها هي هتدينا منظر يعني. انا بس ما بنزلش للاخر. انا بعمل شكل كده معايا وخلاص. بص انا هقطع بقى بالسكينة كده. ما بوصلش للاخر برضو. انا بقطعها من على الحرف كده زي ما انتوا شايفين عشان بس مش عارفة اتحكم فيها فلفتها معايا. بصوا بقى بعد ما قطعتها هلمها كده اهو. هاخدها ببوزة كده. بصوا اهو. هي طريقة تشكيلها سهلة جدا وبسيطة جدا يعني. بصوا اهو زي ما انتوا شايفين معايا اهو. بصوا شكلها. انا بقى هروح احطها معايا في الصينية وارجع اوريكم واحدة كمان معايا. بصوا اعمل معاكم واحدة كمان. احط العجوة معايا اهو. ممكن بدل العجوة تحشيها جبنة اللي انت حباه شوكولاتة هتبقى حلوة معانا برضو. بصوا بنقطعها اي قطاعة عندنا نقطع بيها.
جربوها يا جماعة تعجبكم، وطريقتها سهلة وبسيطة جدا. بصوا انا هلمها اهو برضو شكل الوردة معايا. بصوا شكلها حلو جدا معايا ازاي. تعالوا بقى اوريكم شكل تاني نعمله مع بعض. انا هنا فردت العجينة كده على شكل مستطيل. بصوا هقطعها كده معايا. قلت اعمل شكل تاني مختلف معانا غير شكل الوردة. بصوا لازم نبعد الشرايط دي عن بعضها عشان لما اجي الفها تديني الشكل اللي انا عايزاه. الفها بقى معاكم كده. واقوم عاملاها بشكل دايرة اهو زي ما انتوا شايفين. اروح بقى اخلص الكمية معايا وارجع اوريكم انا عملت ايه. بصوا بقى ده شكل القرص معايا اهو بعد ما خلصت. انا معايا هنا بقى معلقة لبن بودرة مدوباها في شوية مية عشان ادهن بيها الوش بتاع القرص معايا. انا هدهن الوش بتاع القرص معايا كده زي ما انتوا شايفين عشان لما اجي اسويها تديني لون حلو كده من على الوش. انا هعمل بقى الكمية معايا كلها بنفس الطريقة. انا هنا مشغلة الفرن معايا على درجة حرارة 200. اول ما احط القرص معايا هوطي الفرن عشان ما تتحرقش مننا. انا بقى هنا معايا سمسم هرش كده على الوش معايا شوية عشان يديله طعم ويديله شكل حلو. اروح بقى اعمل الكمية معايا كلها وارجع اوريكم شكلها بعد ما تخرج من الفرن. بصوا دي شكل القرص اهي معايا بعد ما خرجت من الفرن. بصوا شكلها حلو جدا ازاي ما شاء الله. بصوا شكلها. انا هنا شغلت الفرن وبعدين شغلت عليها الشواية وده كان شكلها معايا. تعالوا نقدمها مع بعض واوريكم شكلها وانا مقدمها. ده الشكل النهائي اهو معايا للقرص زي ما انتوا شايفين كده. بصوا القرص شكلها حلو جدا وما نفشتش ولا اي حاجة. بصوا شكلها جميل ازاي ما شاء الله عليه. تعالوا بقى اوريكم واحدة معايا من جوه شكلها عامل ازاي. بصوا ده الشكل التاني معايا اهو زي ما انتوا شايفينه كده برضو شكله حلو جدا وجميل. تعالوا بقى افتح لكم واحدة ونشوفها مع بعض شكلها ايه من جوه. بصوا القرص طرية وحلوة معايا ازاي وهشة وجميلة. بصوا حلوة جدا ما شاء الله. بصوا نص كيلو دقيق اعمل معايا كمية حلوة ازاي. كده انا اكون خلصت معاكم. يا رب ما كنت طولت عليكم. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنوني في اكله جديده بوصفه جديده. اشوفكم على خير ان شاء الله. الوصفات بتعجبكم وتكون مقاديرها سهله وبسيطه بالنسبه لكم. انا النهارده ان شاء الله هعمل معاكم رموش الست بطريقه سهله وبسيطه جدا وبمقادير مش مكلفه خالص. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض وايه هي المقادير معايا. بس قبل ما نبتدي مع بعض ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.
تعالوا بقى اوريكم قطعة من الرموش كده مع بعض. بصوا ادي شكل الرموش معايا اهي زي ما انتوا شايفين. عايزاها تبقى طرية اكتر هتسيبيها في الشربات مدة اطول. بصوا بصوا ناعمة وطرية جدا ازاي زي ما انتوا شايفين كده شكلها. وما شاء الله حلوة جدا. بصوا هوريكم برضو واحدة من الطبق مع بعض. دايبة جدا وجميلة جدا. تعالوا بقى نقول مع بعض المقادير معانا عبارة عن ايه. معايا 2 بيضة، اخدت بيضاية كاملة وبياض بيضة، والصفار هخليه معايا على جنب. الصفار المتبقي هخليه معايا على جنب عشان هدهن بيه الوش. معايا 3 معالق سميد بسبوسة، 3 معالق جوز هند مبشور، نص كوباية سكر بودرة، نص كوباية زبدة وعليهم معلقة زبدة، كوبايتين ونص دقيق، كيس فانيليا، كيس بيكنج باودر. دي كده المقادير معايا اهو زي ما انتوا شايفينها. مقادير سهلة وبسيطة جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه وايه هي، هنحط المكونات مع بعض ازاي. انا هنا هجيب الطبق بتاعي اللي انا هشتغل فيه. هنزل معايا بالزبدة. الزبدة هنا لازم تكون معايا بدرجة حرارة المطبخ. احط البيض. انا هنا هنزل بكل المكونات ما عدا الدقيق معايا. هنزل بسميد البسبوسة، جوز الهند. لو انت عايزة جوز الهند تسيبيه ما تبشرهوش، انا هنا طحناه في المطحنة. لو انت عايزة تخليه قطع سيبيه براحتك. انا هنا هحط البيكنج باودر. يعني هسيب شوية في الكيس، مش هحط الكيس كله. ابتدي اقلب بقى معايا كده. عندك مضرب كهرباء هتشتغلي بيه هيسهل عليكي، عندك مضرب يدوي هاشتغلي بيه. انا هشتغل بالمضرب اليدوي علشان الناس اللي ما عندهاش مضرب كهرباء. هقعد بقى اقلب كده اهو الخليط معايا لحد ما يبقى لونه كريمي معايا خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كده اهو خلصت ضرب الخليط. هنزل معايا بالدقيق وابتدي بقى اشتغل معايا كده زي ما انتوا شايفين. ادخل المكونات كلها في الدقيق لحد ما الدقيق يشرب كل ال الخليط. بصوا شكلها بقى عامل معايا ازاي. تشبه عجينة البسكوت شوية. بصوا شكلها، شايفين طرية وخفيفة ازاي. انا هنا جبت معايا صينية دهنتها زيت، وابتدي بقى اشكل الشكل اللي انت عايزاه والحجم اللي انت عايزاه. ناخد بالنا ان هي ممكن تنفش معانا سنة عشان احنا حاطين بيكنج باودر. هخلص بقى الكمية كلها واوريكم شكلها. بصوا انا هنا خلصت اول صينية معايا. هبتدي بقى ادهن الوش معايا كده بالبيض. انا هنا ده صفار بيضة هحط عليه شوية فانيليا علشان نغير ريحة البيض شوية. هدهن بقى كل الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. انا هنا مشغلة الفرن معايا على درجة حرارة 200. بصوا انا هنا دهنت الوش كله معايا. هجيب معايا شوكة وابتدي اعمل شكل كده على الوش بتاعها عشان لما نيجي نقدمها تبقى مديانة شكل كده. انا هنا بقى مجهزة معايا صينية تانية. عملتها مدورة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت عليها كريز ودهنتها بالبيض برضو. هروح احطها في الفرن وارجع اوريكم شكلها معايا.
بصوا ده شكل الرموش معايا اهي بعد ما خرجت من الفرن. انا هنا معايا الشربات بارد والرموش معايا هنا سخنه. هسقي بقى الرموش معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الشربات معانا هنا لازم يكون خفيف خالص. انا هنا معايا 3 كوبايات سكر، 3 كوبايات ميه ونص ليمونه. ده الشربات بتاعي. انا بقى الرموش معايا هنا هقلبها على وشها، وبعدين ارجع اقلبها على ظهرها تاني، واسيبها في الشربات معايا نص ساعه لحد ما تشرب الشربات معايا كله. تعالوا بقى نقدمها مع بعض واوريكم شكلها. واحنا بنشيلها من الصينيه ناخد بالنا لان هي تبقى حساسه معانا جدا. بصوا ده شكلها معايا اهو بعد ما سبتها في الشربات نص ساعه. بصوا ده شكلها حلو ازاي معايا. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. يا رب تكون عجبتكم، يا رب ما كنتش بطول عليكم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنوني في اكله جديده بوصفه جديده. اشوفكم على خير ان شاء الله. قلت اعمل ان شاء الله خلية نحل. هعملها لكم بمقادير سهلة وبسيطة جدا، بمكونات كلها عندنا في البيت. مش عايزة اكتر عليكم المقادير عشان لو حابين تعملوا اي حاجة تبقى سهلة بالنسبة لكم. تعالى اقول لكم المقادير معايا عبارة عن ايه. معايا هنا ربع كوباية زيت، 3 كوبايات ونص دقيق نخلهم كويس. معايا معلقة ونص خميرة، معلقتين سكر، 3 معالق لبن بودرة او معلقتين رشة ملح. معايا المية، انا هعجن هنا معايا بمية. حابة تستبدلي المية بلبن مفيش مشكلة، بس انا حبيت اعملها لكم بمية عشان اوريكم ان هي قد ايه بسيطة. مش لازم نكلف نفسنا تكاليف كتير. لو المية هنا استبدلناها باللبن نشيل اللبن البودرة كده، يعني اللي انت حباه. فهي دي المقادير هنا معايا. انا معايا هنا هنزل بالمكونات دي كده على الدقيق معايا. اقلبها معايا كده. المية هنا يا جماعة معايا دافية مش سخنة، عشان لو سخنة بتفسد الخميرة معايا. طبعا اكيد انتوا المعلومة دي عارفين. هنزل معايا هنا بالزيت زي ما انتوا شايفين كده. معايا بالزيت زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بالمية معايا. المية هنا هنزل بقى تدريجيا كده. لم معايا العجين كده. هتحتاج معايا مية تاني. هحط مية معايا لحد ما تلم ايه معايا. هنا هحط لها شوية مية تاني. هحط مية تاني معايا اهو. زي ما احنا متفقين ان العجينة لازم تتعجن معانا كويس، تخمر كويس عشان تدي نتيجة كويسة معانا. هلمها معاكم واوريكم شكلها مش اي حاجة. ممكن اخد رشة دقيق بس، رشة كده شايفين، رشة دي بس. ملزقة معايا برضو. انا هقعد بقى ايه، ابتدت تلم معايا ازاي. هقعد اعجن فيها برضو لحد ما تلم معايا خالص. هقعد استمر كده في العجن لحد ما التلزيقة دي تروح من ايدي. وهقعد بقى ايه، بصوا كده هي ابتدت تلم معايا. هقعد بقى اعجن فيها 10 دقايق معايا لحد ما العجينة تبقى طرية معايا وناعمة. بصوا شكل العجينة اهي بعد ما انا قعدت اعجنها 10 دقايق معايا او اكتر. بصوا التلزيقة دي انا عايزاها تبقى ملزقة كده وحلوة معايا زي ما انتوا شايفينها كده. انا هحطها هنا بقى معايا في الطبق زي ما انتوا شايفين كده.
انا اهو غطيتها معانا اهو، سيبها بقى تخمر معانا في مكان دافي كده، وارجع اوريها لكم بعد ما ان شاء الله شكل العجينه بعد ما خمرت معايا شكلها. شكلها معايا، هلمها بقى معايا كده اهي. ده شكلها معايا بقى هنا طبق اهو رشه دقيق، هقطع بقى في العجينه معايا كده اهو الحجم اللي انا عايزاه معايا اهو. انا هنا هوريكم الحشو معايا عباره عن ايه، بس هقطع معايا العجينه كده كلها وايه عشان اشكلها معايا. بصوا العجينه طريه وحلوه معايا ازاي، بصوا العجينه. هروح بقى اقطع معايا الكميه كلها واوريها لكم. انا بقطع كده بالطريقه دي اهي، بمسك العجينه كده اها كده. تعالوا بقى اوريكم الحشو معايا عباره عن ايه. انا معايا هنا جبنه مثلثات، معايا هنا شوكولاته، شوكولاته معايا هنا خام، حابه تحطي نوتيلا حطي، حابه تحطي اي نوع شوكولاته براحتك. ادي معايا صينيه اهي دهنها زيت زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى اشكل معايا العجينه. انا هعمل العجينه معايا كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. احط بقى قطع الجبنه واعملها كده، اقفلها كويس معايا كده واعملها كده وارص معايا في الصينيه كده. ادي قطعه تانية اهي. احط بقى قطع الجبنه، اي نوع جبنه بقى حبايه، براميلي، مثلثات، اي حاجه اهو. ده جنبها قطعه كمان معايا اهي. اعملها كده عشان تبقى متساويه اهي. اوريكم كام قطعه وبعدين انا هعمل الكميه وارجع اوريها لكم. بصوا شكلها. هروح اعمل الكميه معاكم وارجع اوريها لكم. كده انا عملت معايا الصينيه اللي بالجبنه كده، هتبقى تخمر معايا وارجع اوريها. بصوا ده شكلها ما شاء الله اهو بعد ما خمرت للمره التانية معايا اهو كده تمام. انا معايا هنا صفار بيضه عليه شويه لبن وفانيليا عشان ريحه البيض وكده. الناس اللي متحبش البيض لو مش عايزه تعملي الخطوه دي اعملي لبن بس تمام. انا هدهنها بقى هنا معايا بالراحه كده عشان ما تربطش مني. بالراحه كده عشان ما تربطش مني. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا ماشيه بالراحه ازاي علشان هي خمرانه معايا، فانا خايفه تهبط مني كده. انا اهو دهنتها كلها.
هرش عليها شوية سمسم، لو حابة تحطي حبة البركة مفيش مشكلة برضو، لكن انا هنا هستكفى معايا بالسمسم بس. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وهي طريقة سهلة جدا ومقاديرها سهلة وبسيطة جدا. انا هنا معايا كمية العجين كلها خدت معايا الصينية دي. لو انتي حابة تصغري الكور اكتر من كده ممكن تعمل معاكي صينيتين. عملت معايا طبق صغير، الطبق الصغير اتعمل معايا شوكولاتة اللي هم دول زي ما انتوا شايفين. هدهنوا معايا برضو هنا بنفس الخليط معايا اللي هو البضاية بشوية اللبن. وهحط برضو شوية سمسم من فوق، واروح بقى ادخلهم الفرن وارجع اوريهم لكم بعد ما يستووا. بصوا ده شكلها اهي بعد ما خرجت معايا من الفرن. بصوا هي سخنة، انا هغطيها بفوطة مندية وارجع اقدمها لكم بعد ما تبرد. بصوا ده شكلها اهو معايا، انا قلبتها عشان اوريها لكم كده. انا هقطع معاكم قطعة اوريها لكم. هشة وخفيفة معايا اهو زي ما انتوا شايفين. ده شكلها اهو من ورا معايا ذهبي. ده شكل الجبنة سايحة وحلوة فيها جدا. جربوها، هي مقاديرها سهلة جدا وبسيطة. ده شكلها اهو برضو تاني معايا اهو. جربوها وقولولي رأيكم فيها كده. انا اكون خلصت معاكم. يا رب تكون عجبتكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. انا هنا هقطع معاكم قطعة برضو اوريها لكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا لي الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. استنوني في اكلة جديدة وبوصفة جديدة. اشوفكم على خير ان شاء الله. بسم الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا النهارده جايه لكم بوصفه جديده وبوصفه مختلفه ان شاء الله تعجبكم. انا هعمل معايا رز بلبن بطريقه حلوه جدا وبطريقه سهله وبسيطه. معانا. بصوا شكل الرز بلبن معايا اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا قوامه حلو جدا وعامله بطريقه حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله. انا عامله معايا هنا كم طاجن معايا في الفرن. تعالوا اقول لكم معايا المقادير معايا عباره عن ايه. معايا هنا كيلو لبن، مجة الا ربع رز، 3 معالق نشا، 3 معالق لبن بودرة، 3 معالق كريم شانتيه، كيس فانيليا. معايا كمان نص كوباية سكر، او السكر اللي انتوا حابين تحطوه حسب التحلية بتاعتكم. اول سكر معايا كنت نسيت احطه. تعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه. هروح بقى اغسل الرز معايا. انا هنا غسلت الرز بتاعي اهو وحطيت عليه كوبايتين ميه. انا هسلقه الاول بميه لحد ما يتشرب خالص. بصوا ده شكل الرز معايا اهو بعد ما اتشرب خالص. هنزل عليه باللبن زي ما انتوا شايفين كده. نزلت عليه باللبن، ما تقلقيش مش هيعجن ولا اي حاجه. بصوا مفلفل ازاي وجميل. انا بقى هقعد اقلب معايا كده عشان الرز بتاعي ما يلزقش. بصوا شكل الرز حلو ازاي. انا بقى هنزل معايا هنا بالسكر بتاعي. انا هنا حطيت معايا الكريم شانتيه واللبن البودرة. وهستمر كده في التقليب زي ما انتوا شايفين كده.
هدوب بقى معايا هنا النشا في شوية مية علشان ما يكلكعش مني. واحطه معايا على الرز اهو، زي ما انتوا شايفين النشا معايا اهو. احط معايا بقى كيس الفانيليا. هو الرز معانا هنا ما خدش معايا اي وقت خالص ولا اخد معانا مجهود. والطريقة اللي انا عملت بيها الرز دي طريقة سهلة جدا وهتعجبكم جدا. خدش معايا وقت عشان انا سويت الرز الاول بشوية مية. بصوا ادي شكل الرز معايا اهو، شايفين قوامه؟ شايفين؟ جميل جدا ما شاء الله وريحته حلوة جدا. انا هنا بقى هعمل تركاية بسيطة كده. انا هحط ربع معلقة ملح علشان يدينا نفس الطعم اللي بنجيبه من بره. وكده خلاص الرز خلص معايا. بصوا ده شكل الرز اهو معايا بعد ما خلص. انا هنا عملت اربع طواجن معايا في الفرن، وحطيت الباقي هو معايا زي ما انتوا شايفين. دي مش الكمية كلها طبعا، هو عامل معايا اكتر من كده. وده شكل الرز معايا اهو بعد ما خلص. يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنت طولت عليكم. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واعملوا لي لايك علشان يوصل لكم كل جديد. تستنوني في أكلة جديدة بوصفة جديدة. أشوفكم على خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا هعمل معاكم بطاطا. قلت بقى اعمل حاجة خفيفة في السهرة كده وتكون سريعة معانا، متاخدش مننا وقت، يعني مش تاخد معانا 10 دقايق على بعض. هعمل معاكم هنا بطاطا بالبشاميل. حلوة جدا والقيمة الغذائية بتاعتها عالية قوي. هنا معايا البطاطا اهي. البطاطا هنا سلقاها في كوبايتين، سلقاها بكوبايتين مية ونص كوباية سكر. وبعد ما اتسلقت معايا قطعتها مكعبات كده عشان تبقى سهلة في الهرس معايا. معايا هنا لبن. آه اللبن هنا معايا انا محلياه واحط عليه باكو فانيليا عشان يديها طعم وريحة حلوة. هنزل هنا شوية باللبن معايا وابتدي اهرسها بقى. اللبن هنا برضو هيديها طعم حلو، يعني هيدي البطاطا طعم حلو غير اللي احنا هنعمله في البشاميل. هرسها معانا كده. ده الطاجن اللي انا هحط فيه البطاطا. ده شكل البطاطا اهو بعد ما انا هرستها. هنزل بقى في الطاجن البايركس معايا. انتي حابة تعملي في اي صينية تيفال ألمونيا اي حاجة اعملي اللي يريحك. انا هعمل هنا معايا في الطاجن البايركس. هفردها بقى معايا كده اسويها، خليها كلها سوا واحد. هي سهلة وخفيفة جدا وسريعة جدا، مش تاخد مننا اي وقت خالص. والبطاطا في السوق كتير الايام دي ومش غالية، يعني رخيصة برضو. كده بفردها معانا اهو، بسويها عشان لما انزل بالبشاميل تبقى كلها سوا واحد. بصوا ده شكلها معايا اهو بعد ما فردتها. تعالوا بقى نعمل البشاميل مع بعض. معايا هنا معلقتين سمنة. هنزل هنا بمعلقتين دقيق. الدقيق هنا يا جماعة انا ببقى نخلاه وحاطاه معايا في بطرمون وبستخدمه على طول. حطيت المعلقة هنا عشان دول اخر شوية معايا في البطرمون. هقعد هنا اقلب كده معايا لحد ما الدقيق يشرب السمنة معانا. هنا زودت نص معلقة معايا دقيق تاني. هقعد اقلب بقى في البشاميل اللي معايا كده لحد ما ياخد لون خفيف معايا. البشاميل يا جماعة اللبن لازم يبقى دافي، ما يبقاش ولا ساقع ولا سخن قوي عشان البشاميل ما يكلكعش معانا.
ونقعد نقلب كده عشان برضو الدقيق ما يتلسعش معانا واحنا بنقلبه. الخطوات دي مهمة جدا. هنزل اهو بالدقيق واحدة واحدة عشان ما تكلكعش معايا، ولو كتلت كده حاجات بسيطة هتفك معانا تاني. اهي بصوا، واحدة واحدة كده بالمضرب هتفك معايا، مش هتكلكع ان شاء الله. بصوا، انا هنا نزلت باللبن واحدة واحدة وابتديت اقلب. انا اللبن معايا هنا نص كيلو، نص كيلو لبن. حاسه ان هي تقيله معاكي زودي نص كوبايه ميه، مش شرط تبقى كلها لبن. بصوا البشاميل اللي معايا مش مكلكع ازاي، بصوا قوامه. انا خليه قوامه معايا ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، وسط. هنا انا عليت معايا النار، اول ما يبتدي يغلي معايا من الجناب خلاص بقى اشيل البشاميل من على النار. بصوا شكله، هوريهولكوا بالمعلقه دلوقتي. بصوا قوام البشاميل اللي معايا، اول ما يبتدي يغلي بقى هشيله خلاص. هو كده يبقى البشاميل اللي اتعمل معايا. بصوا شكل البشاميل، بصوا قوامه معايا عامل ازاي، ولا مكلكع ولا اي حاجه، الحمد لله مكلكعش معايا. هنزل بالبشاميل بقى هنا على البطاطا. ممكن انزل بالبشاميل كله وممكن اخد الكميه اللي انا محتاجاها. البشاميل مش، لو قعد معانا مش هخسر بحاجه. بصوا نزلت اهو بالبشاميل بقى معايا شويه اهو. هظبط الطاجن ولو احتجتهم هحطهم. ده شكله بعد ما حطيت البشاميل. احط بقى معلقه سمنه وادخلها الفرن. بصوا ده شكلها بعد ما خرج معانا. شغلت عليها الشوايه من فوق. يا جماعه الطاجن البايركس هنا لازم يخرج على فوطه، على اي حاجه، عشان لا قدر الله ما يفرقعش مننا، عشان الطاجن بيبقى سخن والرخامه ساقعه، فما ينفعش يخرج كده مباشره على حاجه ساقعه. ناخد بالنا يا جماعه من الحاجات دي، مهمه جدا. تعالوا بقى اوريها لكم وانا بقدمها. بصوا شكل البطاطا، بصوا البشاميل سايح ازاي يا جماعه، جميله والله، تحفه، وريحتها تحفه وطعمها جميل. كده يا جماعه شكل البطاطا خلص معانا اهو. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب ما كنتش بطول عليكم. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. استنوني في اكله جديده بوصفه جديده. اشوفكم على خير ان شاء الله. انا النهارده هعمل معايا كيكه التايجر. كيكه حلوه جدا ومقاديرها سهله وبسيطه. تعالوا اقول لكم المقادير معانا عباره عن ايه. معايا هنا كوبايه سكر، معايا 3 كوبايات دقيق، معايا كوبايه زيت معايراها بنفس الكوبايه اللي انا معايره بيها الدقيق هنا. معايا كوبايه لبن، معايا 3 بيضات، معايا كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر، معايا معلقه كاكاو، ولو احتجت تاني هحط. انا هنا هحط كل المقادير السايله مع بعض. يعني هحط البيض واللبن والزيت والسكر، ومعايا معلقه خل. هحط كل ده مع بعضه وارجع اوريكم انا عملت ايه. معايا هنا الدقيق نخلته كويس، عشان الدقيق كل ما بيتنخل كويس بيدينا نتيجه حلوه في الكيكه. احط معايا هنا البيكنج باودر واقلبه معايا، اقلبه كويس عشان البيكنج باودر يدخل في الدقيق. معايا هنا بقى الخليط بتاعي هون اللي ضربته في الخلاط. ده البيض والسكر والزيت واللبن ومعلقه الخل. انا هنزل بالمقادير كده على الدقيق زي ما انتوا شايفين معايا كده. وانا هنا يا جماعه هقلبه. اهم حاجه التقليب معايا يبقى كله اتجاه واحد، ما ينفعش اقلب يمين وبعدين اقلب شمال وكده، لا، الكيكه لازم نمشي في الخطوات مظبوطه عشان تطلع معانا مظبوطه. انا هقلب كل المقادير في اتجاه واحد كده. انا بصوا يا جماعه ده القوام اللي انا عايزاه معايا. لازم تبقى قوامها خفيف معايا كده. لو حسيتها ان هي تقيله ومكتله بحط شويه لبن كمان. هنا انا قسمت الخليط معايا نصين
معايا الكاكاو هنا هنخله معايا. الكاكاو هنا معايا انا هدوبه في شوية مية، مش هحطه بودر كده على العجين، لا انا هنا حطيت له شوية مية وهقعد اقلبه لحد ما يبقى سايل معايا كده، وانزل بيه على العجينة. علشان ايه؟ بصوا شايفين شكله اهو معايا، هو ده القوام اللي انا عايزاه. هنزل بيه بقى على الكيكة هنا، واقلب برضو في نفس الاتجاه اللي انا كنت بقلب فيه. انا هنا يا جماعه قايده الفرن على درجه حراره 200. لازم قبل ما احط الكيكه الفرن يبقى شغال معايا على درجه حراره 200، واول ما بحط الكيكه بخلي الفرن على درجه حراره 180. الخطوات اللي انا بقولها دي مهمه جدا علشان الكيكه تطلع معانا قوامها حلو. هقلب معانا اهو الخليط زي ما انتوا شايفين كده لحد ما الكاكاو كله يخش في الخليط بتاعي. انا هنا بقى هقسم العجينه الكيكه نصين اهو زي ما انتوا شايفين. معايا هنا الصينيه دهناها سمنه علشان ما تلزقش معايا. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه عشان تطلع معانا ليها شكل كده وحلوه. هنزل هنا باللون الابيض معايا، ونازله بالشوكولاته كده باللون البني، وبعدين انزل بالابيض تاني وبعدين بالبني. هقعد اعمل الخطوات دي لحد ما اخلص الكيكه معايا خالص، يعني لحد ما اخلص الخليط معايا خالص، ابيض وبعدين كاكاو وبعدين ابيض كده. نخلصها بقى اوريها لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا اهو شكلها معايا بعد ما خلصت. بصوا انا مخليه الابيض اول حاجه فوق. هجيب بقى معايا سكينه وايه وابتدي اشكلها كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا اهو. انا هنا هجيب منديل علشان مش عايزه الدنيا تتلخبط معايا. هقعد بقى اعمل الخطوه دي كده. هنا يا جماعه الكيكه لما تستوي معايا انا بسيبها في الفرن، ما بخرجهاش على طول عشان ما تهبطش مني. الناس اللي بتشتكي ان الكيكه بتهبط منها، الكيكه بتهبط من الخطوه دي ان هي بتستوي، فبنقوم مخرجينها من السخونيه على الهواء على طول. لا ما نخرجهاش، نسيبها في الفرن. لما بقى عايزه برضه اعرف الكيكه بتاعتي استوت ولا لا، بجيب سكينه او خله بحطها في الكيكه. لو لقيت الكيكه السكينه فيها عجين يبقى لسه مستوتش، لقيت فيها عجين بسيط قوي بطفي الفرن واسيبها تكمل سواها مع سخونيه الفرن. انا كده بقى ايه خلصت معايا التشكيله دي. هعمل العكس بقى عشان تديني ورده. بصوا شايفين انا عملت مره من تحت، المره دي هعمل لفوق بقى عشان تديني شكل الورده معايا زي ما انتوا شايفين كده. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رايكم فيها ايه. المره الجايه هعمل لكم ان شاء الله نوع كيكه تاني، كيكه الزبادي اللي هي الرواني اللي بتتسقي شربات. هعملها معاكم المره الجايه. هروح بقى احطها في الفرن وارجع اوريكم شكلها معانا بقت عامله ازاي. بصوا ده شكلها اهي معايا بعد ما خرجت من الفرن. بصوا ما شاء الله الرسمه زي ما هي وشكلها تحفه حلوه جدا. تعالوا اقطع لكم قطعه منها تشوفوها وتشوفوا شكلها عامل ازاي معانا. بصوا قوامها عالي ازاي، بصوا منفوخه معايا ازاي مش هابطه. بصوا ما شاء الله عليها تحفه. وبصوا شكلها من جوه. كده ابقى خلصت معاكم الكيكه. جربوها وقولوا لي ايه رايكم، ولو عجبتكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس واعملوا لي لايك، ولو في اي استفسار او اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. وكده اكون خلصت معاكم، يا رب تعجبكم. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. استنوني في اكله جديده وبوصفه جديده. اشوفكم على خير ان شاء الله. وهقول لكم ازاي ايه هو السر اللي يخلي وشها محمر معانا كده.
كملوا الفيديو للاخر وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. تعالوا نقول مع بعض المقادير معانا عبارة عن ايه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا هنا ربع كوباية شربات تقيل اللي هو بتاع الكنافة. معايا كوباية سكر، كوباية دقيق، كوبايتين جوز الهند، كوباية الا ربع لبن، نص كوباية سمنة. ممكن السمنة هنا تبقى سمنة بلدي عشان تدينا طعم السمنة البلدي، وممكن نحط معلقة بس، معلقة سمنة بلدي. معايا هنا كوبايتين سميد بسبوسة. حط بقى كل المكونات كده على سميد البسبوسة معانا. نزلت بالسكر والدقيق. حط معايا جوز الهند، وانزل معايا بالسمنة. هقعد بقى اقلب فيها لحد ما الخليط كله معايا يتشرب بالسمنة، او زي ما انتوا شايفين كده. هبسها يعني هبسها زي ما ببس القرص والحاجات دي. بصوا ده الشكل اللي انا عايزاه معايا اهو. السمنة اتغلفت بالخليط كله. هجيب معايا طبقة هنا، نعمل الخطوة التانية. نزلت باللبن معايا كده، انزل عليه بالشربات. انا هنا حاطه الشربات بتاع الهريسه معايا على النار. كوبايتين سكر، كوبايتين ميه ونص ليمونه. هسيبه على النار 10 دقايق واطفي عليه. هقلب بقى معايا المكونات كده لحد ما العسل يدوب معايا في اللبن. هنزل بيه بقى على المكونات بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، وهقلب المكونات بتاعتي كلها وارجع اوريكم شكلها. بصوا ده شكل الخليط معايا اهو بعد ما خلص. هجيب بقى معايا صينية. الصينية معايا هنا مقاس 28، دهنها معايا سمنة بالشكل ده. هنزل بالمكونات عليها كلها كده مرة واحدة اهي زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا بقى عشان اسوي الصينية بتاعتي هدهن السباتولا معايا شربات، وابتدي ادهن وش، يعني ابتدي اعمل وش الصينية كده افرد معايا بالشكل ده، واحطها في الشربات تاني وارجع اعمل نفس الخطوة. خطوة الشربات هنا هتخليها تاخد معانا اللون الذهبي. انا هدبها بقى كده والفها واروح ازوقها بكريس زي ما انتوا شايفين كده، واحددها وادخلها الفرن وارجع اوريكم شكلها معانا. بصوا شكل الهريسة معانا اهو بعد ما طلعت من الفرن. شكلها بسم الله ما شاء الله حلو جدا وجميلة جدا زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين اللون الذهبي ده عشان انا عملتها بشربات من على الوش. هسقيها بقى معايا بالشربات هنا. الشربات هنا لو متبقي معاكي شربات كنافة التقيل هتحطي معلقتين. انا بقى هسقيها هنا خالص لحد ما تتشرب معايا الشربات كله. لو اتبقى معايا شربات بعد ما اتشربت هصفيه، ما بقاش خلاص. الهريسة هنا معايا بتبقى سخنة والشربات معايا بارد، وببتدي بقى اسقيها. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. احنا هنا بقى هو انا بلفها زي ما انتوا شايفين كده. هنسيبها تبرد وهقدمها واوريها لكم. بصوا اهو ده شكل الهريسة معايا اهو بعد ما خلصت. شايفين القطعة متماسكة وحلوة جدا ازاي. تعالوا اوريكم قطعة منها، شوفوا شكلها وجمالها. بصوا جميلة جدا ما شاء الله عليها. بصوا شكلها حلو جدا ازاي.
كل كمان ما بتبقى باردة بتبقى احلى، يعني نحطها في التلاجة ونرجع ناكلها كده تبقى حلوة. وكده اكون خلصت معاكم. يا رب ما كنت طولت عليكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استنوني في اكلة جديدة وبوصفة جديدة. اشوفكم على خير. بسم الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. انا النهارده ان شاء الله هعمل معاكم مربى تين بطريقه حلوه وسهله وبسيطه جدا. طبعا احنا في فتره مدارس، فالمربى هتنفعنا قوي الفتره دي، نعملها سندوتشات للاولاد وهم نازلين. الطريقه بتاعتي النهارده طريقه حلوه جدا، وهقول لكم ازاي هنعمل مربى التين وتقعد معانا اكبر فتره ممكنه في التلاجة. هنحط عليها حاجه النهارده بسيطه هي اللي هتقدر تحافظ لنا على المربى. بصوا ده شكل المربى معايا اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين قوامها. بصوا ده كيلو تين عمل معايا بطرمان زي ما انتوا شايفين كده. نشوف المقادير مع بعض. تعالوا نشوف مع بعض المقادير ونشوف هنعمل ايه مع بعض. المقادير معايا هنا عبارة عن كيلو تين مقطعهم مكعبات بالشكل ده كده اهو. شايلة الحتة اللي هي بتبقى ناشفة في ظهر التين كده اهو. معايا هنا نص كيلو سكر. ده كيلو تين، يعني كيلو تين معايا بياخد نص كيلو سكر. هنزل بقى بالسكر كده معايا على التين. اقلبه. انا بقى اقعد اقلب في التين لحد ما السكر والتين يتداخلوا في بعض. وبعد كده لو انتي عايزه تسويه ومستعجله عليه هتحطي نص كوبايه ميه وترفعيه على النار. مش مستعجله عليه هتحطيه في التلاجة 3-4 ساعات لحد ما الطين يدبل معانا وينزل الميه بتاعته كلها. انا بقى هروح احطه في التلاجة وارجع اوريكم شكله بعد ما اخرجه من التلاجة. بصوا ده شكله اهو بعد ما خرج من التلاجة. انا سبته معايا 3 ساعات بس. بصوا انا ولا حطيت ميه ولا حطيت اي حاجه عليه. دي الميه اللي نازله من التين زي ما انتوا شايفين شكلها اهو. هروح بقى احط التين على النار. هحطه الاول في الحله معانا وبعدين احطه على النار. انا بقى اول ما احط التين معايا على النار هسيبه ياخد معايا غلوتين، واول ما ياخد غلوتين معايا هقول لكم هحط عليه ايه. يحافظ معانا على الطين ويخليه يقعد معانا مدة اطول في التلاجة، ويحافظ على لونه كمان. اروح بقى احطه على النار، على نار متوسطة مش عالية. اول ما يبتدي يغلي ويبتدي يتقل معانا هبتدي اهدي النار عليه. بصوا كده ابتدت تغلي معايا اهو زي ما انتوا شايفين. اقوم حاطه ايه بقى معايا اهو ملح ليمون. ملح الليمون ده هيخليها تقعد عندي مدة اطول. مش متاح عندك ملح الليمون هنحط نص ليمونة. سيبها بقى تستوي لحد ما تبتدي تتقل معايا وبعدين اشيلها من على النار. بصوا ده شكلها معايا اهو بعد ما استوت. بصوا ازاي اهي بالشكل ده. لو انت حابه تخليها قطع مفيش مشكله، هتبقى القطع بالحجم ده معانا اهو. بس انا حابه اخدها ضربه بالهاند بلندر كده. انا عامها شويه. ما عندكيش هاند بلندر ممكن تاخديها ضربه في الخلاط. بصي قوامها. انا هاخدها بقى ضربه بالهاند بلندر كده. بصوا انا مش بهرسها،
انا بس هخليها قطع صغيره بالشكل ده. او بصوا شكلها بقى عامل معانا ازاي اهو، فيها قطع اهي ما اتهرستش خالص. هروح بقى احطها في البطرمان واقدمها واوريها لكم. ده الشكل النهائي اهو معايا للمربى زي ما انتوا شايفين كده. حلوه جدا، طعمها حلو جدا خطير بصراحه. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب ما كنت طولت عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واعملوا لايك للفيديو. استنوني في اكله جديده بوصفه جديده. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي. بسم الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد. هعمل معاكم بلح الشام بطريقه حلوه جدا وبطريقه سهله وبسيطه جدا وبمقادير موجوده عندنا في كل بيت. زي ما انتوا شايفين جمال بلح الشام معايا اهو. حلو جدا واخد اللون الذهبي. قرمشه فظيعه. من انجح الطرق اللي انا جربتها. تعالوا بصوا. سامعين؟ شفتوا مقرمش ازاي؟ حلو جدا جدا جدا. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي ان شاء الله. انت بقى زي ما تحبي، عايزه تحشي كريم شانتيه، عايزه تزوقيه الطريقه اللي انت عايزه تاكلي بيها اعملي بيها. تعالوا نشوف المقادير مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع بعض. المقادير معايا هنا عباره عن ايه. معايا كوبايتين دقيق، معايا 3 بيضات، معايا كيس فانيليا، تلت كوبايه زيت. عايزه تستخدمي زيت مفيش مشكله، بس هو الزيت اقتصادي وهو اللي بيبقى يعني طريقته حلوه في بلح الشام. معايا معلقه نشا. النشا هنا هيخلي معايا بلح الشام مقرمش. معايا معلقه سكر، رشه ملح. المعلقه اللي معايا دي هي دي اللي انا مستخدمه بيها، اللي انا معايره بيها النشا والسكر. معايا كوبايه وربع ميه حطاهم على النار عشان انا عايزاهم يبقوا سخنين وبيض. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هنا معايا الميه اهو على النار زي ما انتوا شايفين. هنزل معايا بالزيت بالشكل ده اهو كده. انا نزلت هنا بالزيت على الميه. اول ما تبتدي تغلي معايا هوريكم هنعمل ايه مع بعض. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو الميه ابتدت تغلي معايا. اقوم جايبه الدقيق بتاعي بالشكل ده اهو كده. السكر والنشا والملح. هبتدي بقى اقلب معايا لحد ما يتكون معايا عجينه. هو ده شكل العجينه معايا اهو بعد ما ابتدى يلم. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ بصوا ملمس العجينه معايا. سيبها بقى تبرد وبعدين اوريكم هنعمل ايه مع بعض. معايا بعد ما بردت، اهم حاجه تبرد معانا علشان لما انزل بالبيض ما يستويش. هنزل بقى بالبيض معايا واحده واحده كده واقلب.
اول ما البيضه تختفي معايا كده هنزل بالبيضه التانية واقلب برضو، وبعدين انزل بالبيضه التالتة، وبعدين اقلب العجينه بتاعتي خالص. انا هنزل اهو بالبيضه معايا، تاني واحده معايا اهي، وهنزل بكيس الفانيليا، وهروح اقلب العجين واجهزها وارجع اوريكم شكلها. ده شكل العجينه اهو بعد ما جهزت معايا. انا هجيب بقى كيس الحلواني معايا القمع اهو زي ما انتوا شايفين شكله. هبتدي بقى احط العجينه في قلب الكيس، انا هنا اهو حطيت العجينه بتاعتي في الكيس اهو كده. تعالوا بقى اوريكم هنعمل ايه مع بعض. انا معايا هنا الزيت بارد اهو، هدوس كده وهقص ايه بالمقص الحجم اللي انا عايزاه كده. اهو وارجع اوريها لكم. ايه انا اهو كده خلصت معايا كميه. ولعت النار على عين متوسطه، هسيبها بقى تستوي براحتها. انا محضره معايا الشربات بتاعي بارد وتقيل. عملت 3 كوبايات سكر، عليهم كوبايه ونص ميه ونص ليمون. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، لما تيجوا تشتغلوا هاتوا الكيس القماش احسن وعملي وسهل في الاستخدام عن الكيس اللي انا بستخدمه ده بصراحه. بصوا كده الزيت لما ابتدى يسخن ابتدت هي بتعمل ازاي، نفخت معانا شويه ازاي. هسيبها معايا اول ما تبتدي تاخد لون هوريها لكم برضه. انا بقى ايه، بصوا هقلبها كده عشان لو احمرت معايا تاخد لون على الناحيه التانية، بس هي لسه. انا هنا سايبه النار متوسطه معايا عشان تستوي براحتها وما تعجنش معايا من جوه. اول ما تاخد اللون الذهبي معايا هطلعها واقوم مصفياها كويس من الزيت، بعدين احطها في الشربات بتاعنا، اسيبها 3 دقايق كده في الشربات وبعدين اطلعها اصفيها تاني. طبعا كل الخطوات دي انا هوريها لكم وانا بعملها. بصوا كده اهي ابتدت تاخد معايا لون، ابتدي بقى احركها براحتي عشان ايه اقلبها معايا كده عشان كلها تاخد لون واحد. شايفين او ده اللون اللي انا عايزاه. لو انت عايزه تغمقيها عن كده مفيش مشكله، اهم حاجه ما تتحرقش مننا. انا هطلعها بقى معايا كده، بصوا سامعين اهو. هصفيها بقى معايا كويس كده، هطفي على الزيت بتاعي علشان انا عايزاه يبقى بارد معايا برضو لما اجي اقلل يعني احمر المرحله التانية. بس كده انا هصفيها كويس اهو، واروح حطها معايا بقى ايه في الشربات بتاعي. بصوا اهي هي هنا اهو في الشربات بتاعي كده اهو. طلعتها من العسل في مصفى كده عشان تتصفى معانا. انا هنا الزيت بردته معايا تاني، هشوف كده برد ولا لا، احط قطعه عجينه. بصوا كده الزيت برد معايا، ابتدي بقى احط الكميه التانية معايا. خلص معايا الكميه واوريكم شكلها. انا كده اهو خلصت كل الكميه،
حطيتها على النار بقى، شغلت تاني البوتاجاز بتاعي اهو. سيبها بقى تستوي وتاخد راحتها في السوا. ده الشكل النهائي اهو، وده الشكل النهائي معايا اهو زي ما انتوا شايفين. كوبايتين دقيق عملوا معايا كمية حلوة جدا. في تاني بس انا قدمت دول بس كده. وده الشكل النهائي معايا اهو، البلح الشام زي ما انتوا شايفين جميل جدا وريحته حلوة جدا وطعمه لذيذ جدا. بصوا بصوا مقرمش جدا. جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنوني في أكلة جديدة بوصفة جديدة. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.